يا مساء الورد على احلى متابعين في الدنيا. ان شاء الله انا عامله لكم فطار النهارده بقى كده، ان شاء الله كده ينول رضاكم ويعجبكم باذن الرحمن الرحيم. نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده بقى يا حبايبي انا عامله بقى سمك بلطي. جميل جدا، ان شاء الله كده يعجبكم وجربوا الطريقه باذن الله. وكل سنة وانتم طيبين وبألف صحة وخير، وربنا يعود الأيام معانا وعليكم بخير يا حبايبي. زي ما انتم شايفين بقى اهوت، انا جبت السمك وغسلته غسلة كويسة كده طبعا بالملح والليمون وبالدقيق علشان الزفارة. وطبعا بقى حضرت تتبيلته. طبعا فلفل اخضر، فصين توم، كزبرة، كمون، شوية شطة خفاف كده، فلفل اسمر. طبعا عشان يدي بقى ريحة كويسة كده للسمك يا حبايبي. وزي ما انتم شايفين السمك انا مفتحاه اهوت علشان احشيه بقى بالحشو ده، علشان في الاكل بقى يدينا طعم جميل كده يا حبايب. طبعا بقى احنا فرمنا المكونات اللي انت شفتوها دي كلها. وطبعا بقى تبلت السمك من جوه ومن بره زي ما انتم شايفين يا حبايبي اهوت، زي ما انتم شايفين اهو كده. وطبعا بقى بعد ما بنتبله يا جماعه لازم نبقى نسيبه شويه علشان ان هو يشرب من التتبيله اللي احنا عاملينها يا حبايبي. اهو بسم الله ما شاء الله، يعني ريحه البهارات ديت بتاع السمك جميله جدا. طبعا انا سبت السمك زي ما انا قلت لكم عشان يشرب من التتبيله يا حبايبي. نيجي هنا بقى عملت بقى شويه رز صياديه يا حبايبي. طبعا بقى بنعمل بننزل بقى بمعلقتين زيت كده، او يعني حسب ما انت يعني الرز اللي انت يعني كميه الرز اللي انت هتعملها، طبعا تحط الزيت على قد الكميه اللي انت عايزه تعملي. طبعا انا هنا كنت مقطعه بصلتين زي ما انتم شايفين يا حبايبي. طبعا نزلت بقى طبعا الزيت بنسيبه يقدح. وطبعا بنقوم نازلين بالبصل زي ما انتم شفتم، ونحط له معلقه سكر يا حبايبي. ليه السكر؟ السكر بقى بيخليه مكرمل كده وجميل، وفي نفس الوقت ما يحرقش على الصدر لما نيجي ناكله يا حبايب اهوت. يبقى احنا كده نزلنا بالزيت ونزلنا بالبصل. طبعا ومعلقه سكر زي ما انتم شفتم، ونبدا بقى في التقليب ليه امتى لحد ما البصله تتحمر كويس يا حبايبي، تتحمر بس ما تنحرقش يعني. طبعا ساعة ما بتتحمر زي ما انتم شايفين كده بنعمل بقى، بننزل بكمية مية على قد شوية الرز اللي احنا هنعمله، مش اي مية كده وخلاص. اهو يا حبايبي، بس طبعا بتبقى مية مغلية. هي زي ما انتم شايفين. وطبعا بنبدأ بقى نسيب المية مع البصل، وياخد له غلوتين ثلاثة كده لحد لون المية ما يتغير يا حبايبي اهو زي ما انتم شايفين. خدت لها بقى كام غلوة اهيت ولون المية اتغير يا حبايبي. نبدأ بقى بعد ما بيغلى نعمل طبعا نكون غاسلين الرز غسلة كويسة كده اهي. وطبعا نحط شوية كمون. ليه الكمون يا جماعة؟ علشان الكمون بيبقى ما يخلي طبعا البصل انت عارفين يعمل غازات وكده، ما يخلي ما فيش غازات في البطن. الكمون يا حبايبي. وطبعا كده نزلنا بالملح اهوت، يعني نزلنا بالملح وشوية كمون مع البصل والمية. وياخد له بقى غلوتين كده، وبعدها ننزل بالرز زي ما انا قلت لك. طبعا نكون غاسلين الرز وحاطينه في جنب كده على ما الميه بتاع البصل تاخد لها غلوتين كده، ولون الميه يتغير من من البصل يا حبايبي. وطبعا معلقه السكر اللي احنا حاطينها. طبعا نبدا بقى بالتقليب يا حبايبي اهوت زي ما انتم شايفين اهوت. طبعا وهنعلي النار عليه لحد ما ياخد غلوه اهو زي ما انتم شفتوا احنا كده علينا النار عليه وغطيت. طبعا كده اخد له غلوه. وبعد ما بياخد له غلوه بقى كده زي ما انت شفت يبدا يشرب، نعمل نحطه بقى طبعا عندنا على البوتاجاز على العين التانية، يعني ما نكتفش نفسنا يعني يا حبايبي. طبعا هو كده الشرب اهوت تبدا نوطي عليه بقى خالص، عشان الرز ده يا حبايبي بيحب النار واطيه علشان ما يشيطش منك ويبقى مستوي كويس كده، عشان ما يقطمش معانا في الاكل واحنا بناكل. ادي يا حبايبي ما شاء الله تبارك الرحمن، شويه رز والله العظيم روعه تحفه، يستاهلوا بقكم والله يا جماعه. اه يا حبايبي اهو ما شاء الله كده الرز استوى. ادي حبايبي اهوت. وانا كده بقى طفيت عليه. وطبعا نركن الرز بقى علشان نبدا نقلي السمك يا حبايبي. طبعا بقى احنا نزلنا بالزيت هنا والطاسه، ويكون الزيت اسفه الزيت سخن. وطبعا في قلب الزيت حبايبي نعمل نحط الليمونتين اللي احنا كنا عصرينهم على السمك. ليه يا حبايبي؟ علشان الليمون طبعا لما بيتقلي مع السمك ما يحوش ريحه الزفاره من ما يبقاش ريحه الزفاره ماليه البيت او الشقه. اه يا حبيبي نيجي هنا بقى علشان الخلطه بقى اللي احنا نعمل فيها السمك عشان نقليه. زي ما انتوا شفتم معلقه كركم مع شويه دقيق مع شويه نشا. اه يا حبايبي. طبعا احنا كده بنغمر بقى السمك كده في قلب الدقيق يا حبايبي اهو زي ما انتم شايفين. وطبعا بيكون جنبنا طبق فيه ميه. ليه طبق الميه يا حبايبي؟ لان لما احنا نردم السمك بالدقيق،
طبعا لما ساعة ما نحط في الطاسة الدقيق ده كله بينزل فين؟ في قلب الطاسة، فبالتالي الزيت بيتحرق. نقوم نعمل ايه بقى؟ ادي طبق المية يا حبايبي، نحطه بقى فين؟ ننزل بقى بالسمك اهوت زي ما انتم شايفين في قلب المية. دي طبعا انا يعني الطريقة دي متعلماها من والدتي، ربنا يديها الصحة. اي يا حبايبي، طبعا احنا زي ما انتم شفتوا اهوت، ننزل بقى بالسمك فين؟ في قلب في قلب الطاسة. وزي ما قلت لكم الليمون اهوت في الطاسة برضو، علشان ايه؟ ريحة الزفارة تبقاش مالية البيت حبايبي. طبعا ساعة ما نحس ان السمكة ما شاء الله اتحمرت كده، ما تناش نقلب شمال ويمين علشان السمكة ما تنهريش. هي اتقلت السمكة هيت، وعرفنا انها اتحمرت من الوش اهوت، نبدا ايه؟ نقلبها على الوش التاني. لكن ما انتناش بقى نقلب ونعمل عشان ايه؟ ما يتحرقش مننا حبايب. اهي بسم الله ما شاء الله، ريحه السمك حبايبي والله العظيم تحفه. اه يا حبايبي ما شاء الله، يا الفيديو كده يعجبكم وتضغطوا لي لايك واشتراك في القناه، واللي او احنا والاول مره يشوفني يفعل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد يا حبايبي. و... وان شاء الله كده الفيديو يعجبكم، خفيف على قلبكم. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود الايام علينا وعليكم بالف خير وصحه وسلامه يا رب العالمين. لا فاقدين